هلو لو نفسك تعملي صينية بطاطس بالفراخ وتخلي البيت كده مليان ريحة حلوة وتاكلي أكلة كده زي بتاعت بره بطعم وريحة زمان، يعني تجمعي ما بين كل ده في صينية واحدة. تعالي بقى أقولك ازاي تعملي أحلى وأجمل وأسرع صينية بطاطس بالفراخ، لا هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، وهتشمي وتاكلي أحلى صينية بطاطس ممكن تعمليها. اول حاجه المكونات بتاعتنا: هتجيبي طماطميتين تقطعيهم مكعبات، بصلتين متوسطين، وقرن فلفل حراق وبارد وتقطعيهم كلهم مكعبات. هتجيبي الخلاط بتاعك او المفرمه على حسب انت عندك ايه، هتنزلي بكل الخضار اللي عندك ده، تنزلي بالبصل اللي احنا قطعناه مكعبات والطماطم والفلفل الحامي وبارد. عندك اي خضار عايزه تضيفيه تاني براحتك، ولو عندك جزر وعايزه تحطيه حطيه عادي، لان كله هيتضرب في الخلاط، ما فيش اي حاجه هتبقى باينه فيها، مثلا لو الاطفال ما بتحبش الجزر. بعد ما احط الخضار بتاعي الفلفل والطماطم والبصل، هحط بقيه المكونات، وهي ان انا هحط التوابل بتاعتنا عباره عن ايه: ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، 7 بهارات وكاري. عندك اي توابل تانية بتحبيها وعايزه تحطيها براحتك، عايزه تشيلي اي توابل من دي برضو براحتك، هي بس بتدي ريحه اكتر وطعم. وهنحط بقى معلقه كبيره من الخل وعصره ليمونه، عصره ليمونه حلوه كده، ونص كوبايه او ربع كوبايه من الزيت. احنا هنحط في الوصفه دي في الخلطه دي ربع كوبايه من الزيت، ومش هنحط مع البطاطس او في الصينيه اي دهون تاني، لا زيت ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه، لا احنا هنستكفى بالزيت اللي احنا هنحطه هنا والدهون اللي الفراخ هتنزلها. وهحط بقى نص ليمونه بتاعتي، عايزه تحطي نص ليمونه، عايزه تحطي ليمونه براحتك. بعد ما احط بقى الليمونه وكل الخضار بتاعي جاهز، هضربه في الخلاط ضربه حلوه كده او في الكبه، وده بيبقى شكله وقوامه بيبقى تقيل كده وحلو، عايزه اقولك ريحته كانت خطيره. نيجي بقى للمكون الاساسي بتاعنا وهو الفراخ. هنجيب الفراخ بتاعتنا نغسلها كويس قوي وننقعها في شويه ميه وملح وسكر وليمون، ما نحطش خل، نسيبها نص ساعه منقوعه، وبعد كده نروح نشطفها كويس قوي. ونجيب القطع بالفراخ بتاعتنا نفتحها كده، سواء الورك او الصدر، نفتحها كويس قوي عشان الخلطه تدخل جواه وتطر المسامات بتاعته كده، ويشرب من طعمه كويس قوي ويستوي كمان اسرع. هحط بقى التتبيله بتاعتي اللي انا عملتها او الخلطه اللي انا عملتها فيها، واوزعها كويس قوي في الفتحات، تحت الجلد، في كل مكان، لان كل ما تحطي الخلطه جوه كل ما الفراخ شربتها اكتر من جوه والطعم وصل لجوه. هنسيبها بقى في الخلطه دي في التلاجة ساعه، اقل حاجه يكون ساعتين، هتاخدي طعم وريحه احلى. ممكن تسيبيها ليله كامله، ممكن تعملي الخلطه دي وتحطيها في الفريزر اصلا وتطلعيها وقت ما تبقي عايزه تستعمليها. هغطيها واحطها، يستحسن كل ما تسيبيها كل ما تبقى احلى، 3 ساعات 4 ساعات ليله كامله، تاخدي طعم وريحه احلى واحلى. هنجيب الصينيه بقى بتاعتنا نقطع فيها قطع البطاطس بتاعتنا، ونحط معاها طماطميتين متقطعين شرايح، مش هحط معاها لا صلصه ولا اي حاجه. هوزع عليها قطع الفراخ بتاعتي، وبعد ما اوزع قطع الفراخ بتاعتنا على الوش كده، هحط الصوص بتاعها الباقي ده، طبعا يستحيل نرميه، ده كنز بتاع الوصفه. هجيب بقيه الخلطه بتاعتها اللي هتنزل منها، هحطها على الوش بتاعها بالشكل اللي قدامك ده، وبعد ما احطها اوزعها كويس على الوش، وهنحط عليها بقى نص كوبايه من الميه. عايزه تشيلي الميه براحتك، هي اصلا الفراخ هتنزل الميه بتاعتها والطماطم هتنزل الميه بتاعتها، فمش هنبقى اصلا محتاجين، فما تكتريش الميه لو هتحطي. هنغطيها كويس قوي بقى بورق زبده وورق فويل. عايزه تحطيها على الفرن في الفرن، يبقى تسخني الفرن قبلها وتحطيها في الفرن، هتاخد معاكي ساعه الا ربع ساعه وتكون تمام، على حسب انتي فرنك من فوق وتحت وشوايه بقى وحوارات ومروحه، ولا تحت بس، على حسب فرنك، على حسب الوقت اللي هتاخده. وممكن تعمليها كمان من فوق على البوتاجاز بس على نار واطيه خالص، عشان البطاطس ما تستويش وتتهري منك قبل الفراخ. هنقفلها كويس قوي بورق الزبده والفويل، وسواء هتعمليها في الفرن او على البوتاجاز من فوق، فهي تاخد معاكي ساعه الا ربع ساعه كده بالتقريب. وبعد ما تستوي كويس من تحت وتتاكدي ان هي استوت وتشوفي الاول الفراخ، هنولع الشوايه بعد كده من فوق عشان نديها اللون الذهبي المميز بتاعها. عايزه اقولك طعم الفراخ هيبقى كانها مشويه، مش في طبيخ خالص، طعمها مشوي، البطاطس شاربه منها، الصوص طعمه خطير، وكمان هتبقى خفيفه لان هي لا فيها زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، لا الدهون الطبيعيه من الفراخ اللي نزلت فيها، وطعمها مميز وخطير.
تنفع في عزومات، تنفع مثلا في افراح بقى وبنعمل اكل كده الاقي فاتحه حوارات. هتبقى الاكله دي خطيره على سفرتك او على الطبليه او على اي حاجه بتاكل عليها. بجد طريقه حلوه لذيذه سهله وسريعه وهتعجبك. متنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك. باي باي.